وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. انا اشتقت لكم كتير. هلا الفيديو اليوم مثل ما شايفين بلشت لكم تصوير برات البيت. كتير بيجيني طلب من الصبايا انه ليش ما بتصوري برا البيت وصوري لنا برا البيت بصير الفيديو احلى. يعني كتير بيجيني بهالتعليقات. هلا انا سبب اني ما كتير بصور برات البيت، اولا لانه هون المنطقة اللي انا عايشة فيها اغلب الوقت بيكون شتاء، يعني بنشوف الصيف بس شهرين، وانا بيكونوا عندي اولاد صغيرة وشفتوا كمان لسه ابني صغير كتير يعني. فانه اغلب الوقت انا بالشتا بقعد بالبيت، ما كتير بطلع من البيت، واذا صار وطلعت من البيت فعن جد انا من النوع يلي ما بفيق على المشوار. يعني حتى بقول لزوجي ولاهلي انه صحيح اوقات بطلع مشاوير بس والله ما بتهنى بالمشوار ابدا. فما بالكم اذا بدي امسك وصور لكم، يعني تقريبا بلاقيها القصه مستحيله، وانه عندي ولدين دوبني اركض وراهم. هلا هون على فكره هون عم صور لكم، طلعنا الصبح بكير قررنا نفطر برا. نحن واهلي بصراحة، حتى هي مو فكرتنا، اهلي دقولي ومن الصبح بكير وقالوا لنا انه اقترحوا علينا مشان نطلع نفطر برا. فهون تركت الاولاد مع ماما حتى فضيت صور لكم هدول المقاطع الصور. وفوق هاد وهاد وقت صار الاكل جهزنا، نحن اخذنا الفطور معنا لانه فوقت صار الاكل وجهزناه كلياته نسيت صوره. يعني كان كل بالي اني صور هيك الشكل النهائي للاكل ونسيت صوره. كنت عم ملتيه عم بركض ورا ابني الصغير، لانه خصوصا مثل ما شايفين القرنة هيك صايرة قرنة عالية يعني، وبنخاف على الاولاد يعني لا سمح الله يجوا على الاطراف. فكنت دوبني عم بركض ورا فما لحقت صور لكم الشكل النهائي للفطور. هلا انا عم صور لكم بعد ما رجعنا على البيت، ما طولنا كتير يعني شغلت ساعتين ونص تقريبا، بعدين رجعنا على البيت بعد ما فطرنا. هلا هون بعد ما رجعت على البيت بلشت فوتت الغسيلات اللي برا هدول فرجيتكم اياهم الفيديو الماضي. طلعت الثياب الصيفية لأنه لأولادي، فهلا هون فوتنا لحتى ضبهم. هلا هذا الفيديو صار له تقريبا شي 5 6 أيام مصور، يعني دغري صورته بعد الفيديو هداك بعده بيومين. في يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني، رجاني خضراء اللون عشاشا للأطيار. في يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني، رجاني خضراء اللون عشاشا للأطيار. لحديقتنا في قريتنا باب ولها أسوار، لا يعلم أحد ما فيها، تخفي عنا الأسرار. أقبلت بجد أسقيها، أروي الأشجار أحييها، وغدا من أجمل ما فيها سهر ذاك الأزهار.
هلا من بعد ما خلصت ضب الغسيل كلياته، بلشت احط الغسيلات كلياتهم رد بقلب السله، هن هيك مصفوفين ومرتبين مشان ما اقضيها رايحه جايه على الصالون انا عم بنقل الاغراض، فقررت احطهم كلياتهم. اول شي حطيت تياب ولادي لحالهم هدول لانه خزانتهم لحالها بغرفه، وفوق على الوش حطيت اغراضي انا وزوجي، والبشاكير هدول الاغراض لانه بدي احطهم بغرفه النوم. هلا هون فتت على غرفة الأولاد مشان أرتب ورجع كل غرض لقرنته. هلا هون مثل ما شايفين لسه ما ضبيت الشتوي، مع اني طلعت الثياب الصيفية كلياتها تبع أولادي مثل ما قلت لكم، بس لسه الثياب الشتوية ما رجعت لأنه هون الجو لساته يعني لساته محير. يعني أيام عم بتكون صيف صيف درجة الحرارة عم توصل ل30، وأوقات عم تنزل درجات الحرارة ل19 و18. إنه هي وقت تكون هيك درجة الحرارة بيكون لسه برد، وخصيصا البرد أكتر عم يكون بقلب البيوت. يعني برا يعني لسه إذا بنطلع لبرا عم يكون أدفى من قلب البيت، البيوت لساتها كتير دافية. يعني لسه بقلب البيت تخيلوا وقت بطلع بالمشوار لبرا مع أولادي بلبسهم نص كم، ومجرد ما نرجع على البيت عم لبسهم رجع كمام طويلة، لأنه حتى تدفئة ما عاد في بهالوقت. فهلا هون مبدئيا طلعت لهم الصيفي، والشتوي ان شاء الله شغلت شهر تاني كمان. بس اتاكد انه خلص يعني يثبت الجو انه صيف ان شاء الله حبلش ضب لهم بقى الثياب الشتويه. وهو هلا مثل ما حتشوفوا كمان في الثياب الشتويه اللي كتير سميكه اللي هي الصوف والسندويشات اللي بلبسهم اياها كمان كنت فوق الثياب اللي كتير سميكه، هدول كلياتهم ضبيت لهم اياهم، بس تركت لهم الكنزات كمان طويلة اللي بتكون لساتها رقيقة يعني ما لها كتير سميكة، دول تركته. أما كل شي صف وشغلات سميكة هون قررت شيلهم إياها وضبها. هون مثل ما شفتوا علبة البيجامات تبع ابني فضيتها، والثياب الشتوية اللي كتير سميكة امتى ضبيتها. وهون عملت قسمين، قسم للبيجامات اللي كمان طويلة شتوية شوي، وحطيت القسم الثاني للبيجامات الصيفية. هلا هون فت على الصالون لحتى هيك اعمل مسحة سريعة للغبرة. بلشت هدول امسح هدول الريشات، هدول الريشات عندي اياهم يعني هن مرايا نظامي مثل ما شايفينهم، دغري ببين عليهم علام الاصابيع، وكمان دغري بيلموا غبرة، فانه ما بحسن اتركهم، دائما بخليه هيك بخليهم ممسوحين مشان تضل لمعتهم فيهم. هلا هون عم ساوي هيك شغلات بسيطة بهذا الفيديو، ما كتير عملت تعزيلات وتنظيفات مرتبة، لانه هون مثل ما شفتوا قلت لكم انه كان يوم عطلة وزوجي موجود بالبيت. كان هون هو بغرفته عم يشتغل شوي، فهيك حبيت اعمل هيك شغلات خفيفة يعني.
هلا هون فتت على المطبخ مثل ما شايفين، طلعت هذا ليد الإضاءة جايبته جديد كمان من موقع ترينديور. جبته حبيت هيك حطه، حط إضاءة تانية بقلب المطبخ، لأنه حاسة هاي الإضاءة، هذا الخط الواحد أنا جايبته، هذا الخط 3 أمتار القديم اللي عندي إياه، حاسته ما عم يكفي بالإضاءة وقت التصوير. بصراحة يعني عم حس يعني الإضاءة عم تظلم عم تظلم التصوير، فقلت لحالي إذا بقوي الإضاءة شوي بيطلع أحلى، بس بصراحة ما عجبني. هلا أنتوا بتشوفوا النتيجة وبتخبروني. هلا هون بلشت بدي أعلق ليد الإضاءة، بس ما بعرف، مع الأسف هذا إجاني ليد الإضاءة إنه بلا لزق، هو إله لزق، شلت اللزق بس اللزق ما عم يلزق أبدا تبعه. يعني أنا سبق جايبة مرتين من هدول حبال الإضاءة وبيجوا شغالين تماما، يعني دغري بيلزقوا، بس ما بعرف ليش هذا هيك منزوع التلزيق تبعه. فاضطريت أنا هون طلعت من عندي من هذا الالتيكو، وأنا يعني اضطريت أحط التيكو ولزق شوي شوي، مشان هيك كتير كتير تعذبت فيه يعني لبين ما لزق معي. وبعد ما لزق بصراحة ما حبيته، بس قلت لحالي والله مالي مروحة تعبي لأنه كتير تعبت فيه يعني. فقلت لحالي رح أتركه كم يوم هون وما بعرف بعدين بدي لاقي له قرنة تانية. حسيت هيك الإضاءة كتير لونها أصفر، وفعلا وقت طلعت قارنت بين الإضاءة القديمة اللي عندي والإضاءة هي الجديدة. الإضاءة القديمة لونها أصفر على أبيض فاتح يعني، أما هي الجديدة لونها إضاءة على أورانج يعني. مشان هيك ما حبيت، عطت هيك تعتيم للمطبخ. انتوا اعطوني رأيكم أنه أحلى، الإضاءة القديمة خليها إضاءة واحدة، ولا هي الإضاءة إنه وقت شغلت الإضاءتين سوا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات مشان اعرف الفيديو الجاي فكه لحبل الاضاءة الثاني ولا خليه. هلا هون بلشت بالطبخة. قررت اعمل رز ببازاليا. هي الاكلة هيك سهلة وخفيفة وما بتاخد وقت، والولاد كمان كتير بيحبوها. مثل ما شفتوا، مع انه هون على فكرة لاخر دقيقة قررت شو بدي اطبخ، مشان هيك طلعت اللحمة كانت لساتها متلجة. بس الحمد لله ما باكل هم كتير اللحمة وقت تكون متلجة، يعني دغري بتفك. مثل ما شفتوا حطيت شوية زيت بالطنجرة وحطيت فوق قطع اللحمة هي ومتلجة، ونوصت النار على الأخير على الأخير، يعني دوب هيك شوية نار تحتها وغطيتها، بتركها شغلة 5 دقايق لحالها بلاقي اللحمة فاكة. هلأ هون بهالوقت نقعت الرز، كمان نقعته بمي سخنة مشان كمان ما ياخد وقت معي، خلال نص ساعة يكون منقوع الرز. بعد ما نقعته هون غسلت البازاليا. هي البازاليا أنا بجيبها من ماركة البيم، كتير كتير ظريفة. بنصحكم فيها صبايا اللي بتركيا. بصراحة نحن كنا كل سنة نقعد نمون بازاليا ونتعب فيها، بس من وقت ما استدليت على هي البازاليا ما عاد مونت ابدا بازاليا. كتير طيبة وظريفة، والله ما بتاخد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بتكون مستوية، وكتير طيبة. هون حطيتها على النار، كمان حطيت فوقها كاسة مي لبين ما استوت. هلا هون بحط الرز. بهالوقت عم ساوي اللبن بخيار، وكمان بدي اعمل سلطة قدامها لانه نحن بالبيت مقسومين. زوجي وانا بنحب اللبن بخيار، وابني بيحب السلطة، فبعمل النوعين سوا. هلا هون قمت شوية بازاليا قبل ما احط الرز مشان زين فيهن الوش. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بها أن يكبر قدرك عند الله. هلا هون حطيت الرز فوق المي بعد ما غلت، وسكرتها عليهم وتركتهم لحتى ينطبخوا على مهلهم. بهالوقت فتت على الصالون مشان جهز الطاولة للأكل، فضيتها. شوفي هون شو كمان جايبة هيك شغلات حلوة. جايبة من هدول اللي بينحطوا هيك تحت الصحون، والله ما بعرف شو اسمهم. لقيتهم بمحل اسمه الياباني، وسعرهم كتير كتير حلو. جبت الوحدة ب20 ليرة. يعني أنا عم شوفهم على تريندير بصراحة من أول ما جبت الطاولة عم شوفهم، بس كتير كتير غاليين. يعني عم شوف الوحدة تقريبا حقها 50، أقل يعني أقل وحدة الما حلوة حقها 50 ليرة.
كل ما حليت اكتر هي القطعة اللي بتنحط على الطاولة كل ما غلي سعرها. فوقت شفت هدول كتير حبيتهم وسعرهم كمان كتير حلو 20 ليرة. فجبت هون منهم 4 على قدنا لحنا يعني. هلا هون بلشت هيك جهزت الطاولة وزينتها، لأنه بصراحة ما بالعادة دائما هيك كل يوم بقعد بساوي الطاولة وبفردها وبنقعد هون بناكل، بس لأنه يوم عطلة وزوجي موجود بالبيت، فوقت يكون زوجي موجود بالبيت ومنقرر ناكل بالبيت يعني. فبحب هيك اهتم شوي بالاكل وهيك. الاولاد كمان كتير بيفرحوا بهي الاجواء تبع العطله. هلا هون سويت السلطه مثل مو شايفين. كتير بحب احط مع السلطه اذا كان موجوده عندي جبنه وزيتون، كتير بحسها بتعطيها نكهه كتير طيبه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. شوفوا هون ما شاء الله رز البازاليا استوت. فهون بلشت اسكبها وبلشت احط عليها زينه مثل ما شفتوا. حطيت البازاليا اللي شلتها على جنب، قلت لكم بدي زين فيها. وحطيت فوق اللحمه وكمان سويت شويه لوز وحطيتهم على وشها. عن جد ما شاء الله ما تحملت ابدا الطبخه معي يعني نص ساعه كانت مستويه. اكتر شي عم قلكم بحب البازاليا كتير. اوقات بجيب بازاليا من غير اراني او غير هذا شكل هذا الكيس. فكتير بتطول على النار يعني. اوقات بتضل 3/4 ساعه لحتى تستوي البازاليا، فهذا الشي بيأخرني يعني اذا كان عندي شغل. بينما هي عن جد 10 دقايق بتكون مستويه البازاليا. فهون بلشت فوتهم على الصالون كلياتهم للاكلات وبلشت هون اسكب. بابا ياكل يا ماما. هلا بيجي. ايما ماما هلا هون اخر شي المسا على السهرة حطيت من هي السينابيون. عاملتها من قبل بنهار. هي يعني مالا تازة، كانت من قبل بنهار. بس في صبية الله يجزيها الخير من فترة نصحتني انه السينابيون وقت كل ما بدك ترجعي تاكليه حاولي هيك سخنيه بيطلع اطيب. ففعلا هون سخنته شوي بالقلاية الهوائية قبل ما احطها بالصحن، وبعدين حطيت هون فوق النسلة. عن جد طلعت بتجنن يعني. عن جد السينابيون طيابتها تاكلوها هي وسخنة. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا اليوم. بتمنى يا رب يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك من إيديكم الحلوة. بشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.